فيتالوج. النهارده بدايتنا مع اول جزئيه في رسومات المنهج المهمه. كل سنه وانتم طيبين يا شباب. النهارده مع دخله المراجعه بنتعرض لحاجه من الحاجات الجميله جدا وهي رسومات المنهج. كتالوج الرسومات بتاعتنا يا دكتور بيتكلم عليه. طبعا من اكتر الاسئله والحاجات اللي انت بتبقى قرفان منها دايما في الرسمه او في الامتحان بتاع الاحياء هو دايما الرسومات. عشان كده بيبقى عندنا ريفرنس مرجع نعرف نلم بيه الدنيا. استاذنك الدقيقتين 3 اللي جايين دول تركز، ولو في معلومه سمعتها من بقي مهمه تكتبها ورايا. حاسس ان المعلومه دي سهله تعديها معايا. اول حاجه لازم تبقى فاهم ان في رسومات منهجيه ورسومات فيها خلل. الرسومات المنهجيه معاك زي مثلا دي، هتقول لي دي ايه؟ واضحه، طبقه البشره مغلظه بماده الكيوتين. رسمه منهجيه واضحه جدا. دي تعتبر ايه؟ بصله عندها جذور شده. دي تعتبر ايه؟ نبات لديه محلاق. ده يعتبر مين؟ برافو، نبات المستحيه في حاله يقظه. ده ايه؟ برضه بصل او كرمه. شريط كاسبر مكون من ماده السيوبرين، اوتوماتيك يبقى ده على طول منين؟ ده من الطبقات الفلينيه. منظر كبير معاك لقطاع عرضي جوه ورقه، اتفرج على المنظر بتاع الكيوتين، اتفرج على المنظر بتاع اللحاء والخشب، اتفرج على حته الكولانشيم يعني مغلظ بماده السليلوز. الحاجات دي من الحاجات المهمه بالنسبه لك. ابتدينا بقى. مين دول؟ كولانشيمي، اسكلرانشيمي. عرفت منين يا دكتور؟ من الشكل الحجري بتاع دي، من المسافات البينيه المغلظه بماده السليلوز. هنا ده اللي عايز وقت، ده اللي عايز عشرة، ده اللي عايز حل. الفرق الكبير ما بين البارانشيمي كولانشيمي سكلرانشيمي. دي بارانشيمي، دي برضو بارانشيمي. تعرفها منين؟ من المسافات البيانية. دي كولانشيمي، دي برضو كولانشيمي. تعرفها منين؟ من انها حية وبداخلها فجوة عصارية ونواة وسيتوبلازم لونه اخضر نتيجة وجود البلاستيدات الخضراء. دي سكلرانشيمي. تعرفها منين؟ ان الفجوه العصاريه من الداخل منكمشه نتيجه ان النبات مات او الجزئيه دي ماتت. طب ده ايه؟ ده اللحاء، الانبوبه الغرباليه اللي في اللحاء الغير مغلظه باي حاجه. عرفنا يعني ايه فيتالوج، عرفنا يعني ايه رسومات لازم اخد بالي منها. مراحل الشد في الجذور الشاده بتاعت الابصال النرجس اهي. منظر البشره السفلى والبشره العليا المغلظه بماده الكيوتين برضو اهي. رسمة كتاب المدرسة. استأذنك هنا بقى في الكتاب بتاعك تقعد تركز ايه اللي موجود فين علشان الرسمة دي من الرسومات المهمة. منظر معاك للحركة الدورانية السيتوبلازمية اللي تم دراستها قلنا في نبات الإيلوديا. محلاق وهو لافف، اتفرج على شكله. خد بالك هنا بيكون في دعامة تركيبية مغلظة بالسليلوز والجنين عشان المحلاق ما يفكش. كرمة القلقاس اللي بيتضح فيها حركة الشد بالجذور الشدة. جذور الشدة في البصل أكيد شفتها. التأثير الغير متكافئ للأكسنات على جانبي المحلاق. أول ما تشوف كده اعرف إن في نمو منطقة هنا بطيء نتيجة الاحتكاك، وهنا في نمو سريع، فنتيجة لكده تلاقي إنها لفت. لكن لو ما كانش فيه تلاقي المحلاق عدل. حركة المحاليق، ده محلاق قديم لم يجد ما يثبت به فتلاقيه زبل ومات. ده محلاق حديث ما زال في مرحلة البحث. طب ده محلاق ملتف، لما يقول لك رتبهم من الأقدم إلى الأحدث، ده بيقول لك إنه قديم يبقى ده رقم 1، ثم ده رقم 2، ثم ده رقم 3. ايه دليلك ان ده لسه بيدور؟ ده ما زال في مرحله البحث ولسه ما ماتش. فيتالوج النهارده سهل قوي، البدايه بتاعتنا سهله قوي. اتمنى ان قدام يبقى عندك طولة البال اللي تستحمل معاك الرسومات، لان الرسومات من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. وكل سنه وانتم طيبين. بدات المراجعه، انطلقنا 80 يوم تنين. نتقابل على خير في الفيديوهات والحلول والفيتالوجات اللي جايه. باي باي، سلام.